مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: تحسن نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة المتوسطة في مديرية مصوى. سمينار عن مشاكل الاستخدام غير الآمن للكيماويات الزراعية في منصورة. دعوة إلى الدفع بتجميع القرى في فرع. السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك. تدريبات عسكرية فنزويلية واسعة في الكاريبي وسط تصاعد التوتر. ووزير الدفاع الصيني يندد بمنطق الهيمنة وأعمال التنمر. أهلا بكم مشاهدينا. تحسنت نتائج الطلاب في مديرية مصوى في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025. وأفاد مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ إسماعيل صالح في التقرير الذي قدمه في الاجتماع التقييمي في 17 من سبتمبر الجاري أن نسبة نجاح الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات الوطنية في العام الدراسي المنصرم فاقت 75%، مما سجل تقدما بنسبة 27% مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضح مسؤول التعليم الثانوي بالمديرية الأستاذ سعيد صالح بدوره أن مكتب التعليم يعمل على تحسين فعالية الخدمات التعليمية بحل التحديات التي تؤثر على المجال التعليمي والأداء الأكاديمي، مشيرا إلى ضرورة المراقبة الجادة للمؤسسات التعليمية وعملية التعليم والتعلم. وتم مناقشة سبل تعزيز الأنشطة المتعلقة بالثقافة والرياضة والصحة وفق التقارير التي تم تقديمها. وطالب الاجتماع بتسريع أعمال صيانة المدارس وتوفير معلمي لغة الأم والمناهج، ومحاربة مقاطعة الطلاب للتعليم بالتعرف على الأسباب وإيجاد الحلول، بالإضافة إلى توفير متطلبات الفصول الدراسية التي تواجه النقص. وأكد المدير التنفيذي لمديرية مصوى سيد تولد تسفازقي في ختام الاجتماع جاهزية إدارة المدينة لدعم قطاع التعليم لرفع الكفاءة والفعالية في المديرية، مشيرا إلى ضرورة التعرف على مشاكل المدارس وإيجاد حلول جذرية للتحديات والنواقص التي تعيق التقدم التعليمي والأداء الأكاديمي. عقد مكتب خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشباركا سمينارا حول مكافحة الاستخدام غير الآمن للكيماويات الزراعية في مديرية منصورة لضمان إنجاح الجهود المبذولة لإنتاج زراعي خال من الآثار السلبية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ودعا المتحدثون في السمينار الذي شارك فيه مدراء الضواحي وخبراء الزراعة دعوا المزارعين إلى تجنب استخدام المبيدات الحشرية دون استشارة المهنيين الزراعيين بالنظر إلى الضرر المحتمل على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وقال مسؤول مكتب خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشباركا السيد حقوس قبر مريم أن هدف السمينار هو ضمان الصحة العامة من خلال ضمان سلامة المنتجات الزراعية. وذكر مدير مديرية منصورة السيد تادسي قبر قرقيس أن السمينار ذو أهمية كبيرة، ودعا جميع الجهات التي تقدم المنتجات الزراعية بشكل عام والمزارعين بشكل خاص إلى تجنب الاستخدام غير الآمن للكيماويات الزراعية. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم السيد أبو بكر عثمان أن السمينار الذي أشرف عليه خبراء رقابة الثروة الحيوانية والنبات هو من البرامج التي يتم تنفيذها لتحقيق هدف الغذاء المغذي للجميع في كل مكان. وأفاد المشاركون أن السمينار عزز معرفتهم وفهمهم لتأثيرات وطرق استخدام الكيماويات الزراعية، مؤكدين العمل على إنتاج زراعي آمن. دعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية فرو سيد رزقين مريم إلى الدفع بتجميع القرى لإرساء الخدمات الاجتماعية. وأوضح بأن فتح المدارس في منطقة ديعوت ساهم في خلق فرص التعليم في إطار الجهود التي جرت في السنوات العشر الماضية لتحقيق انتشار متوازن للتعليم، ليصل عدد المدارس من مدرستين عام 2018 إلى 6 مدارس حاليا، وارتقاء المدارس الابتدائية في دنانلو وعمر جابري وأوماليه إلى المراحل المتوسطة.
وحول الخدمات الصحية أفاد السيد زيلينسكي وجود عيادة في أومله ونقاط صحية في دنانولو ومايلا كوسو، وأعرب عن رضاه للمشاركة في التعليم وخاصة للطالبات، مناديا بتعزيز المساهمة الشعبية لرفع النتائج المشجعة. وأشار مدراء إدارات ضاحيتي دنانولو وإيرومالي للدفع بعملية تجميع القرى إلى جانب إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية، مطالبين بإيجاد حل لإشكالية المياه وإصلاح طريق فورو قحيتو. عقدت في مديرية مايعيني ندوة لإدارات الضواحي ومكتب إدارة المديرية حول أهمية نظام المعلومات الإحصائية السليم في تنفيذ مهام الحكومة بشكل عام وبرامج التنمية بشكل خاص. وأوضح المدير العام لقسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الإقليم الجنوبي السيد فطوم قرزقهير أن وجود نظام معلومات واضح ودقيق يعد المرجع الرئيسي في التخطيط وتنفيذ البرامج. وأضاف أنه يجب على كل مواطن فوق سن 15 أن يحمل بطاقة إقامة، وأن يكون لكل أسرة وطفل سجل مدني. وقد مدير مديرية مايعيني بالإنابة السيد كفل منقس على ضرورة بذل جميع المعنيين جهدا جادة لتطبيق ما ورد في الندوة. تلقى 33 شابا دورة تدريبية نظرية وتطبيقية في مبادئ الموسيقى في بارنتو لمدة 6 أشهر. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم غاشبوركا السيد إدريس صالح في مراسم التخريج في 6 سبتمبر الجاري أن التدريب سيساهم في دراسة الموسيقى التي تعد جزءا من موروثنا الثقافي، مؤكدا على أن الأنشطة تحقق الفعالية المرجوة عندما تكون مصحوبة بالتوجيه العلمي والبحث والتدريب. وذكر ممثل الخريجين أن التدريب يأتي استمرار للبرامج التي تم تنفيذها لاختبار وتطوير المهارات المهنية للشباب. وأوضح حاكم إقليم غاشبوركا السفير محمود علي حروي أن الجهود ستستمر لتعزيز المهارات الموسيقية للشباب إلى جانب دراساتهم الأكاديمية لأهميتها. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض اتفاق دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين. وقال بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية واس أن شريف زار الرياض تلبية للدعوة من ولي العهد السعودي، واستعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأفاد البيان بأن الاتفاقية تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، كما تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء. وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما وفق البيان. ونقلت رويترز عن مسؤول سعودي كبير قوله أن الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان تعكس تعاونا طويل الأمد بين البلدين وليست استجابة لأحداث محددة. أطلقت فنزويلا تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة الكاريبي وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في خطوة وصفها وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز بأنها تهدف إلى تعزيز الدفاعات وإظهار السيادة. وأوضح بادرينو في تصريح على التلفزيون الرسمي أن أكثر من 2500 جندي يشاركون في التدريبات على جزيرة لا أورشيلا التي تبعد نحو 180 كيلومتر من ساحل فنزويلا، مدعومين ب 12 سفينة حربية و22 طائرة و20 زورق ميليشيا ومدفعية. ويشارك فرع الميليشيا في الجيش الفنزويلي الذي يضم عناصر احتياط وأعضاء من الحزب الاشتراكي الحاكم وعمال شركات الدولة والمتقاعدين إلى جانب القوات النظامية. وقال بادرينو أن التدريبات التي ستستمر 3 أيام ستتضمن محاكاة إنزال القوات والدفاع الجوي وعمليات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية ومهام القوات الخاصة. ووصف الفكرة بأنها تقوم على فكرة شعب مسلح ومستعد.
ندد وزير الدفاع الصيني دونغ جون بمنطق الهيمنة وأعمال التنمر خلال تصريحات أدلى بها في منتدى شانغشان في بكين تخللتها العديد من الانتقادات المبطنة للولايات المتحدة. وفي كلمته أمام الحاضرين في حفل الافتتاح حذر دونغ من تهديدات وتحديات جديدة تواجه السلام العالمي الآن، وقال: في حين أن موضوعات العصر السلام والتنمية لا تزال ثابتة، فإن قيوم عقلية الحرب الباردة والهيمنة والحماية لم تنقشع. وقال إن الذاكرة التاريخية يجب أن تكون بمثابة تحذير دائم للإدراك ومعارضة منطق الهيمنة وأعمال التنمر المتخفية في شكل جديد. وكانت تلك التعليقات إشارة خفيفة إلى الولايات المتحدة المنافس الرئيسي للصين في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والجيوسياسية. قال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي إيراني أن وزير خارجية إيران ونظراء أوروبيين لم يحرزوا تقدما يذكر في المحادثات التي جرت بهدف تجنب إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برنامجها النووي في نهاية الشهر الجاري. وبدأت دول الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها شهر لمعاودة فرض عقوبات على إيران، وحددت المجموعة شروطا لطهران للوفاء بها خلال سبتمبر لإقناع الدول الثلاث بتأجيل لتفعيل الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات. والعرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى 6 أشهر بهدف تسهيل إجراء مفاوضات جادة مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والذين سيسعون إلى التحقق من المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تحسن نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية في مديرية مصوى. سيمينار عن مشاكل الاستخدام غير الآمن للكيماويات الزراعية في المنصورة. دعوة إلى الدفع بتجميع القرى في فرو. السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع المشترك. تدريبات عسكرية فنزويلية واسعة في الكاريبي وسط تصاعد التوتر. ووزير الدفاع الصيني يندد بمنطق الهيمنة وأعمال التنمر. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.